عارفين إن في قرية في مصر ما فيهاش ولا عاطل؟ السر في الذهب الأحمر أو الكاكا، الفاكهة اللي كل الناس بتحبها. القرية دي كانت بتزرع كاكا واللي فتحت بيوت أهل البلد وكمان خلتهم يصدروها برا مصر. عايز تعرف بقى إيه هي القرية دي وحكايتها إيه وإزاي وصلوا لكده؟ كمل الفيديو للآخر. لما تروح محافظة الدقهلية في الوقت ده من السنة وبالأخص ناحية قرية اسمها فيشة التابعة لمركز آجا، لازم عينك تقع كده على منظر يخليك تقف بالعربية من غير ما تحس. على طول الطريق يمين وشمال تلاقي الدنيا مليانة فاكهة الكاكا، ناس قاعدة تعرضها بشكل يفتح النفس. القرية دي بقت معروفة من زمان قوي بزراعة الكاكا، ودي مش بس مجرد زراعة عادية، لا دي مصدر رزق أساسي للناس هناك. يعني تقدر تقول كده إن الكاكا دي هي الذهب الأحمر بتاع قرية فيشة. الموضوع بدأ من سنين طويلة والفكرة كبرت لدرجة إن أهل القرية بقوا بيعتمدوا عليها بشكل كبير جدا. المزارع يزرع ويهتم بالمحصول وبعدها يحصد، فيجي الأهالي يشتروا منه الكاكا بالجملة وبعد كده يعرضوها على المسافرين وأي حد معدي على الطريق. هتلاقي بقى شباب صغير واقف على العربيات كده وستات قاعده كلهم بيندهوا الناس عشان يشتروا. المشهد ده في حد ذاته بقى علامه من علامات القريه. موسم حصاد الكاكا بيبدا من اكتوبر وبيفضل لحد ديسمبر، يعني 3 شهور كده في القريه بالظبط. دي بقى بتبقى عز الحركه والنشاط. بس المميز في الكاكا ان ليها طريقه مختلفه شويه عن اي محصول تاني. اول ما بيلموها من الارض ما ينفعش تتباع على طول، لا الاول لازم تتنضف كويس جدا وبعدين يحطوها في غرف مخصوصه. هناك بقى بتتعرض لحراره معينه علشان تستوي وتكمل نضجها، ودي حاجه شبه اللي بيعملوها مع الموز، وده عشان يطلع جاهز للاكل. بعد ما بتوصل بقى لمرحله النضج المطلوبه يرصوها في كراتين مخصوصه مترتبه بشكل منظم جدا عشان ما تتخبطش في بعض وتبوظ. بعد كده بتتباع في اسواق الجمله الكبيره زي سوق ميت غمر، سوق المنصوره. كمان يجوا تجار بقى من محافظات مجاوره مثلا علشان ياخدوها. شهره الكاكا في القريه دي ما وقفتش عند السوق المحلي، القريه دي بقت بتصدر كمان للخارج. يعني مش بس المصريين اللي بيستمتعوا بالفاكهه دي، لا دول من بره كمان بيستوردوها بكميات كبيره، وده زود شهرة القرية أكتر، خلى اسمها معروف بره وجوه. لو جينا بقى بالأرقام هنلاقي إن في محافظة الدقهلية لوحدها مزروع فيها أكتر من 1500 فدان بالكاكا. كمية الإنتاج دي ضخمة جدا، بتكفي إنها تغطي مثلا المحافظة كلها وكمان المحافظات اللي حواليها. عشان كده مش غريب خالص إن الدقهلية بتعتبر من أكبر المحافظات المنتجة للكاكا على مستوى الجمهورية. أهالي القرية بقى بالنسبة لهم الكاكا دي مش مجرد كده شجر وثمار، لا ده موسم بيستناه الكبير قبل الصغير، من أول المزارع اللي بيتعب في الأرض لحد الولد اللي واقف على الطريق يبيع، الكل مستفيد. الجميل بقى ان الموسم ده اصلا بيخلق حاله من الفرحه في البلد، تلاقي الكل بيتعاون وواقف على رجل واحده. بالنسبه بقى لاسعار الكيلو فحسب اليوم السابع الكيلو من 20 ل 30 جنيه، وده بيرجع لحجم الثمره وجودتها ودرجه نضجها. ورغم ان السعر بيعتبر متوسط او عالي شويه، بس الطلب عليها كبير جدا والناس مش بتبطل تشتري، وده عشان طعمها مميز جدا وفوائدها الصحيه معروفه. الحقيقه ان الكاكا مش بس فاكهه لذيذه، دي كمان غنيه جدا بالعناصر المفيده وبتدي الجسم طاقه وحيويه. يعني باختصار الكاكا دي فاكهه كامله متكامله. اكتر حاجه بتخلي الاهالي فخورين ان قريتهم ارتبط اسمها بالكاكا. اي حد بيسمع الكلمه دي على طول بيفكر في قريه فيشة، وده مش جاي من فراغ، ده نتيجه تعب سنين وشغل مزارعين اتعلموا ازاي يخلوها محصول مميز جدا لحد ما بقوا بيصدروها بره. كمان المنظر على الطريق نفسه بقى عامل جذب جدا لاي حد بيمر من هناك، لازم يشتري حتى لو مش ناوي. في النهايه كاكا بالنسبه لهم مش مجرد محصول موسمي، دي قصه نجاح وعيش وكيان، قصه بلد صغيره قدرت تبقى كبيرة بفاكهة واحدة. ومع كل موسم جديد القصة بتكبر أكتر والناس بتفتخر أكتر بقريتهم اللي بقت مشهورة باسم بلد الكاكا.